في ناس كتيرة فاكرة إن المعاش خلاص رقم ثابت ومفيش فيه كلام، بس الحقيقة إن في حاجة اسمها المعاش الاستثنائي، وده ممكن يغير حياة ناس كتير وهي مش واخدة بالها. المعاش الاستثنائي ده بيتمنح في حالات معينة، زي إن شخص يطلع من الخدمة وما يكونش ليه معاش أصلا، أو يكون المعاش اللي بياخده مش مكفي ظروفه الصحية أو الاجتماعية، أو لو الشخص قدم خدمات جليلة للدولة، وكمان في حالة التعرض لكوارث عامة خلت الحياة صعبة ومحتاج دعم حقيقي. طيب بقدم ازاي على المعاش ده؟ الموضوع مش معقد خالص زي ما ناس فاكره. الاول بتملى نموذج المعاش الاستثنائي من جهه العمل اللي كنت فيها او من مكتب التامينات المختص، وبعد كده بيتم فحص الحاله، يا اما كشف طبي لو في مرض، يا اما بحث اجتماعي حسب الظروف، وبعدها الطلب بيتعرض على لجان متخصصه هي اللي بتقرر القبول او الرفض او تحسين المعاش. الموضوع مش مقتصر على صاحب المعاش بس، لكن كمان اسرته والمستحقين عنه يقدروا يتقدموا، بشرط تقديم المستندات المطلوبه زي التقارير الطبيه الحديثه والبحوث الاجتماعيه وصور بطاقات الرقم القومي، ولو في أولاد في التعليم لازم يتقدم قبل ما يثبت قيدهم الدراسي.